انا رحت اخدم 2007 في جنوب افريقيا مع ابا تونس مرقس، ومنطقه غابات، منطقه هضبه عاليه. فانا كنت طبعا لسه رايح لوحدي، كان اول يوم ابات فيه لوحدي. انا قعدت يعني في خوف جوايا، الان. فبالتالي انا قعدت لغايه حوالي الساعه 1 بالليل مش عارف انام. لا ما تعرفش، ما انا بقول لك ده اللي حصل. الان في حوالي 1 بالليل بصيت قدام مني بالطرحه زرق قدام مني كده، وبصيت نفسي رحت في النوم لغايه الساعه 9. يعني اول ما شفتها انبهرت وفرحت كده، ورحت في النوم ساعتها لغايه الساعه 9 الصبح. شفت العذراء شفتها وعرفتها. طبعا وش زي ما شايفك كده. بص الصوره ديت لو تقرب منها اقرب صوره ليها، بس بالطرحه الزرق ده اقرب ليها وش كده. وبعدها رحت في النوم على طول. رحت فحسيت بالامان بعدها وكملت المشوار. لا هنا الظهور ده عمل فيك ايه؟ فرحه غير عاديه، خلاني طلعت من الخوف اللي انا فيه خالص. انت كنت بتتمنى هذا الظهور؟ لا، انا قاعد عمال اصلي في مزامير عشان اتوه وانام مش عارف انام، فعم حافظ مزامير عمال اقول ومش عارف اعمل ايه، وان يجيني نوم مش جاي لي نوم، وجسمي بيتنفض. فجاه ظهر قدام مني نور. لا هي بنفس لون الطرحه الزرقاء باللون بتاعها، وبصيت على المنظر كده قدام مني، وجيت على طول بصيت نفسي رحت في النوم حتى الساعه 9. ده كان اول يوم بالتحديد يوم 24/11/2007. لا يعني كانت قدامك ايقونه ولا؟ أيوة. لا قدام مني على الحيطه كده، قدام مني كده في الهواء. وابتسامتها؟ لا هو انا المنظر بهرني. فانت ما قدرتش تفصل. بالظبط كده، المنظر بهرني، وقعدت كده منبهر شويه كده، بس نفسي رحت في النوم ما قدرتش غير الساعه 9 الصبح. صاحي من النوم بالمنظر في وشي بقى، وبعدين في عيني. بعدها استمريت في المكان بقى، يعني متبدد الخوف خالص. وقعدت فيه الصبح ده الكلام ده 1 بالليل. ايوه يعني انت لما قمت من النوم وانت ممتلئ بالبركه، ممتلئ كنت فرحان طبعا بالسعاده يعني حاسس خوف طار مني خالص. طب ما يمكن الموقف الثاني قبل ما تخش ممكن هيئ لك. لا ازاي بقى واحد قاعد خايف ومرعوب 11 ساعتين 2 واحده قدام منه، انت بتتكلم ازاي؟ تيجي ازاي يعني؟ هي انا عارف بتيجي وقت الشده، في وقت الشده انت محتاج ما تسيبكش، ما هو مش سامحني، مش دلع. انسان مزنوق بيقول يا رب، انسان بيقول يا رب. لا